سلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى تقبلوا عليه ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معاكم واحد القريصات اللي فيهم شكلاط من الداخل، ان شاء الله يا ربي يعجبوكم. بقاو مع المقادير. كما شفتوا البنات، هنا راه عندي قياس 2 كيلو ديال الطحين. درت فيها شويه د الملحه على حسب الذوق ديالكم، والسكر. المهم قبل ما ندوزو للسكر، كما شفتوا درت واحد رشيشه ديال النافع مطحون، ها هو كيعطي واحد البنه زوينه حتى هو. ودرت الخميره ديال الخبز ضروري. وسنيده البنات راه كتكون قد الزيت قد سنيده. انا راه نسيت ما وريتش لكم من الاول حتى درت هادشي كله شي فوق شي. المهم درت كاس ديال، الا درتي كيلو ديال الطحين غادي ديري كاس سنيده وكاس الزيت. الا درنا هنا 2 كيلو ديال الطحين غنديروا 2 كيسان سنيده و2 كيسان الزيت. المهم قد سنيده قد الزيت باش يجي داكشي هو داك. المهم صافي هادشي اللي كاين البنات. بقاو مع المقادير وبقاو مع العجينه ملي غنخلطها. المهم البنات نديروا دابا الماء، نخلطوا هذا الخليط مزيان، نضربوا هذيك السنيده وداك الزيت والخميره ديال الدار والمليحه مزيان هكا مع بعضياتهم الداخل هكا. البنات هاد القريصات كيجيو واعرين بالنسبه للدراري هكا، خصوصا الا درتي حلقتي عليهم شويه، درتي فيهم داخل شكلاط او بعدا باش يفطروا. حاجه صحيه ديال الدار احسن من ديال الزنقه. مهم البنات غنستمر على هكا، غنجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. راهم ساهلين البنات، على بغيتو تعكزوا. شحال هادي ما صورت معكم هادشي، راه البنات راه فايته وريتكم فاش كنت في الخدمه كنا كنديروا هادشي وكنت كنصايبو. راه سبق ليا وحطيت لكم فيديو ولكن قديم، راه واقيلا كاع هو اول فيديو حطيت في القناه. شحال هادي دابا راه مده. ايوا دابا نعاودو معكم، علاش لا نعاودو معكم هنا في الدار احسن من الخدمه حيت كتبقى ستريس كدا ما كتعرفيش كيفاش تصوري. غير هو كما كنت قلت لكم كنبغي نشارك معكم اي حاجه وصافي. المهم البنات غنستمروا بحال هكا تنجمعوا العجينه، وديك الساعه غادي نوريكم الكويورات كيفاش غادي نكورها. المهم كما شفتوا انا من بعد ما جمعت العجينه ديالي غنزيد واقيلا شويه ديال الماء، حيت العجينه ديال الكرصه البنات خصها تكون ضروري شويه خفيفه، ضروري باش كيجي الكرص ديالنا من الداخل خفيف، ما يجيش داير، ما كيجيش هكا مدقص. والسر د العجينه ديالها البنات الكريسات هو هكا، تبقاي ديها وتجيبيها بحال هكا بصباعك، هذا هو السر ديالها. بقاو معايا حتى ندير شي سمحوا لي حتى ندير شي سريبيته تحت هذا الطبسيل حيت كيتزعزع. المهم كما قلت لكم تستمروا على بحال هكا حتى تسمعيها كطرطق. هانتشي العجينه كي كتجي ما تعجنوهاش هكا قاصحه ولا شاده راسها، ضروري تكون. نبقاو نديها ونجيبوها بحال هكا. راه بحال هكا البنات راه كتسمعوها كطرطق، يعني راه كتدلك، خصها تدلك مزيان. انا ما محكماش في التبصيل داكشي علاش. كما قلت لكم البنات الدليك ديالها والسر ديالها باش كتجي خاويه من الداخل وخفيف، كيجي داك الكرص زوين ما كيجيش مدقص، هو انك تدلكيه هكا بصباعك. انا راه ما عرفتش كيفاش ندير مع هاد الطبسيل كيتزعزع، وخا درت ليه فوطه من التحت نتوما كتشوفوا. المهم بحال هكا كتبقاي تديها وتجيبيها مزيان، راه كتسمعيها كطرطق لكم في صباعكم هاك بحال هكا. سمعتوا الطرطيق البنات؟ هذا هو السر ديالها. هاد الكريسات البنات شحال هادي باش كنت خدامه في الخدمه قبل ما نولي نديرهم،
كان واحد الحلاوي وتعلمتهم منه، وهذا هو السر ديالو. مازال نوريكم بزاف د الحوايج تعلمتهم. هو ضروري مادام كتكوني في شي خدمه ضروري كتلوحي عينيك وتعلمي بزاف ديال الحوايج كيزيدوا في الراس انفع، وبزاف د الاسرار كتعرفيهم بالنسبه للكرواسه كراس الحلوى د لاكريم. بزاف ديال الاسرار كتعرفيهم بحال هكا بغيتي ديرهم في الدار ما كيسبقولكش، يعني كيكون ضروري فيهم شي حاجه زايده ولا شي سر ديالهم. صافي كنكملوا بحال هكا مزيان على هاد الطريقه هذه. سمعتوا هكا راه كتبين لينا العجينه ناضيه. سمعتوا صافي بارك عليها يا البنات بحال هكا. هانتوما الشي كتجي مدلوكه وخفيفه شويه الشي على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نمشيو باش نقطعوها. هانتوما البنات غادي نقطعوا على القياس اللي بغيتو ديروهم كبار شويه، القياس اللي كيكونوا يتباعوا بدرهم ولا القياس صغير، شوفوا نتوما اللي بغيتو. انا غنحاول نديرهم صغار حسن باش يجوني. المهم بحال هكا قياسك وصافي. غنوريكم عيد التكويره كيفاش. هانتي كتبقاي تشديها بحال هكا وضفارك هادو على سميتو كتخليها هي تلعب في الوسط هكا باش كتكور سهله وما تجيش معصده من الداخل. ها نتوما شفتوا. ها دابا هكا الشكل ديالها مزيان. غنمشي غنديرها في الطاوله. غنعاود معكم البنات وحده اخرى. المهم قد القياس اللي درنا الاولى على هذا الشكل. هانتي كتحطي وحده بحال هذيك الكويوره اللي قطعتي، كديري يدك هكا كتخليها هي لداخل بحال هكا وكتبقاي تلعبي بيدك هكا، تبقاي تروليها مع الرخامه ولا مع الطبسيل بحال هكا. ها شو ها هي جات ناضيه. المهم البنات انا راه غنستمر عليها كامله بحال هكا، من بعد غادي نوريكم الشكل كيفاش غادي نكملوا الشكل في الاخر. بقاو معايا حتى الاخر البنات. ها هما من بعد ما كورتهم درتهم في هاد اللاطه. عيسكتوا البنات عندي مشكل في اللاطات، ما عنديش دوك الكبار. المهم درت في هذه الصغيره هكايا ومازال غندير في شي صوينيات. المهم نديباني وصافي. المهم هادو البنات راني درتهم هكايا نخليهم يخمروا شويه عاد باش نقرصهم. كما كتشوفوا راني مبعداهم حيت مازال غنقرصهم والطاوله عندي صغيره شويه راكم عارفين. المهم هادو البنات انا درتهم غير كما قلت لكم البنات. هادو انا درتهم هكا عاديين، مازال غنقرصهم بعدتهم على بعضياتهم حيت مازال غيتقرصوا. هادو نديرهم عاديين خاويين من الداخل بالجنجلان وصافي. وغادي نشارك معكم الاخرين حتى هما. المهم هي نفس العجنه بامكانك تشكليها باللي بغيتي. المهم انا نشارك معكم الشكل الاخر اللي غادي ندير فيه بحال هكا نيت وغيكون الداخل ديالو الشكلاط. المهم راه كيبغيو الدراري هادشي هادو مشكلين. بقاو معايا البنات. الشكل الاخر هو نفس الطريقه نيت غادي نقطع هكايا، ولكن انا جبت هاد الشكلاط شريته. المهم غادي ندير كل وحيده شي طريف هكا غتقسمي عادي وديريه لداخل وترولي كما شفتي قبيله على هذا الشكل هذا. هانت بحال هذه مثلا واخا درناها كبيره ما عليهاش بحال هكا. سمحوا لي راني مروحه صافي. وكتمشي على نفس الطريقه اللي شفتي قبيله. هانتي بحال هكا ها هي ولات لداخل صافي. راه هكا كيعجبهم الدراري والله الا كيجيو زوينين وبنان من الداخل والشكلاط وداكشي راه حسن ليهم من السقاطه كاع. المهم نستمر على هاد الطريقه هذه في هاد العجينه، والا درت شي شكل اخر حتى هو من هاد العجينه. المهم نعمر الطاوه ديالي وغنشارك معكم حتى الشكل الثالث وهي بنفس العجينه. المهم بعدا
نعاود معكم وحده نديروها، نحاولوا نديروها عي صغيره حيتاش نخافوا تشقق لينا ولا شي حاجه. شكلاط كتير. ها نتوما هادشي اللي قلنا. نعاودوها. داكشي علاش قلت لكم ما نديروش الشكلاط كبير باش ما يجيش باين ولا شي حاجه منين طيب يخرج من تما. المهم غنبقاو على هاد الطريقه. المهم البنات غنستمر على هاد الشكل هذا كامل، تنعمر الطاوه كما قلت لكم، وغندير واحد الشكل اخر هو بنفس العجنه النيت. بقاو معايا حتى الاخر. ها نتوما يا البنات انا عمرت طاوتي هما كاع كيزلقوا. المهم درت في الصينيه الشكل الاخر اللي قلت لكم فيه الشكلاط. دابا نخليوه حتى هو يرتاح شويه عاد نقرصوه. البنات انا غنوريكم الشكل الثالث اللي من نفس العجينه. انا قلت لكم عجينه وحده تقدروا تشكلوا منها لوليداتكم بزاف ديال الشكيلات. المهم هاد العجينه غنديروا لها شي بحال هكا، حتى هي غادي نديروا فيها شكيليطه على هاد الشكل. شوف كيبان لكم بحال هكا صافي. وكتستمروا هادو من الاول. هاد اللعيبات هادو اللي تيكونوا هكا طوال من الاول غتقرصوهم هكا في اللاطه ديالكم. انا دابا وريتكم هنا، عاد نديها للطاوه غادي نوريكم كيفاش. انا غنعاود معكم وحده اخرى. طعي هذه على هذا الشكل، كديري لها من الاول هكا. شدوا واحد شويه الشكلاط هي شويه البنات باش ما يخرجش لينا على برا. صافي كنسد عليها بحال هكا. هادشي راه ساهل، راه تيبان لكم بحال التخربيق ولكن راه كيجي ناضي. صافي كيتخدم طول كيجيو لعيبات طوال. المهم منين غادي يخمروا شويه ونقرصهم غادي ندردر عليهم شويه سنيده وغنجرحهم شويه بالموس ويعطيو واحد المنظر خطير. بقاو معايا حتى الاخر وغادي تشوفوا. غنعاود معكم وحده اخرى اي باش تبقاو عاقلين. نديروا واحد الطريف ديال الشكلاط هنا، نسدو عليه على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نديروا لها هكا وغادي نضربوها بحال هذا الشكل هذا. راه ساهله مهله. نتوما حاولوا تقادوا يديكم. انا دابا كنديرهم في الطاوه ومن بعد منين نسالي الطاوه كامله غادي نقاد الا بان ليا شي ديكالاج هكا شي عوجيه ضروري عاد تخليهم يخمروا ومن بعد غتشوفوا كيفاش غندير. صافي بحال هذا الشكل بحال هكا كما قلت لكم. تحطوهم في الطاوه عاد تفهموا كيفاش غتقادوهم. المهم بقاو معايا البنات حتى الاخر. البنات من بعد ما ساليت دوك الطوال اللي فيهم الشكلاط بقات ليا شويه د العجينه غنشكلها معكم واحد الشكيلات تاخذوهم كفكره وصافي. حتى هما كيجيو زوينين ما فيهمش الشكلاط هادو من الداخل تيجيو حتى هما زوينين غيعجبوهم وليداتكم. ها نتوما كنشدو طريف ديال العجينه بحال هكا بحال هكا على هذا الشكل هذا وكتبقاو تنقشوا فيه بحال هكا كيجي على شكل وريضه وصافي. وكديري ليه هكا كتجي بحال هكا يا البنات. كتجي خطيره حتى هي. ملي كطيب كتخلي كدهنيها غير بالبيض ما ترشي لا جنجله لا والو. كتدخليهم يطيبوا. ملي كطيب كدهنيها بالناباج ولا كوفيتير كديري عليها الكوك ولا الكاوكاو مهرمش اللي بان لكم على حسب الذوق ديالكم. حتى هذا الشكل كيجي خطير. المهم انا غادي نخليهم باش نوريهم لكم في الاخر. خذوهم كفكره ولا عجبوكم ديروهم. شكلوا راه غير بعجينه وحده. حاولوا توفيو شويه وديروا كاع الشكيلات. المهم انا ندير لكم الشكل الثاني. الشكل الثالث هذا الثالث لا درت واحد جوج. هذا الثالث هذا الرابع. ندير لكم الشكل الخامس من نفس العجينه. البنات انا غندير معكم الشكل الخامس. شبعتكم شكالات اي باش تعرفوا راه غير عجينه وحده راه تخرجوا منها بزاف ديال الشكيلات
والله حتى غادي يعجبوا الدراري وضيافكم وكلشي. هكايا كيجيو زوينين وهشاش فيهم النافع وحاجه ديال الدار، ماشي هي الحاجه نتاع الزنقه. ها انتم هكا انا غادي غير نوريكم كفكره. المره الجايه منين تعجنوهم فرقوا العجينه على 5 هكايا. ها انتم بحال هكا. ما عنديش لي سباس هنا في هذا التبصير، ولكن غادي نوريكم. غديروا لها على شكل ضفيره. ها انتم كتجي على هذا الشكل هذا، ومن بعد راها كتخمر كتولي زوين خطير، كتولي زوينه في الشكل ديالها بحال هذا الشكل هكا. كدهنوها حتى هي بالبيض وكتدخل الفران. منين تخرجوا حتى هي نفس الطريقه، ديروا عليها كاوكاو الكوك داكشي على حساب الذوق ديالكم البنات. المهم هاد التشكيلات هادو راه زوينين وبنفس العجينه. هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى تقبلوا عليا وبقاو حتى الاخر باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الكريسات اللي متواضعين وعلى ديال على قد الحال، ولكن تيجيو بنان البنات وخفاف واقتصاديين، يعني ماشي مكلفين. داكشي اللي متواجد عندك في الدار راه ديريه، ماشي شي حاجه صعيبه ودغيا كيوجدوا. البنات بغيت نشارك معكم حتى واحد الفكره بالنسبه للبيض باش تدهنوهم، يعني باش ما يجيوش مزفرين. ضروري ديروا عليهم شويه ديال هذه فانيلا ضروري. هانتي بحال هكا. هي اما هذا يا اما شويه ديال الخل، راه كيهرس ديك الريحه الزفوريه البنات ديال البيض في الكريسات ولا اي حاجه بغيتو دهنوها. حتى الا درتي رغيف ولا شي حاجه بغيتو دهنوهم بالبيض، اي حاجه خصك ضروري ديري يا اما شويه ديال الفاني في البيض يا اما شويه ديال الخل، راه كيهرس ريحه ديال الزفوريه ما كتبقاش عاطيه في داكشي اللي صايبتي. البنات هاهما هادو رطابو، دوك اللي خدمت الاولين بانوا لي طلعوا. غادي نقرصهم على هذا الشكل هذا. حاولوا البنات ما تخليوش صباعكم مرسومين، ديروا بهادي. شو يدي انا باقا عامره عجينه. مهم هذا الشكل هذا. داكشي علاش ما زحمتهمش، حيت عرفت راسي منين غادي نبرك عليهم بحال هكا غادي ياخذوا ليا المسافه. ها انتم البنات هكا. هما كل ما رققتوهم كان احسن، كيجيو من الداخل خاويين زوينين على هذا الشكل هذا. المهم البنات دابا غادي ندهنهم بالبيض اللي درنا فيه شويه ديال الفاني، باش كل ما كليتي غتستبني غير الفاني ولا الا درتي الخل. المهم كيحيد ديك الريحه الزفوريه. بقاو ناضيين. المهم غنستمروا على هذا الشكل هذا. صافي البنات هنا راه دهناهم، ها نتوما كما كتشوفوا بحال هكا. دابا غادي نرشوا عليهم الجنجلان. بحال هكا. بعد ما رشيتهم كاملين البنات، الا بغيتو تلعبوا شويه على الديكور غادي تجيو الوسط غديروا ديك هكايا. كيجيو ملي كيتنفخوا في الفران كيجيو واعرين الديكور ديالهم. وعلى حسب نتوما، الا كنتو ما بغيتوش راه ما غاديش ديروا، ما تخليوهم هكا سامبل. انا كيعجبني شويه شويه نحلق عليهم وصافي على حسب ذوقكم. بحال هكا غير شويه بالموس كيجيو عاطين واحد التشكيل زوين البنات، مختلف زعما على الكرس العادي. وانتم وذوقكم بغيتو تخليوه عادي راه تخليوه. المهم غادي نمشي دابا للطاوه الاخرى غندهنها حتى هي. بلاتي انا جبت الطاوه ديالي الاخرى اللي فيها هادو اللي فيهم الشكلاط من الداخل، غنحاول نبرك عليهم غير بشويه باش ما يخرجش لينا. بشويه البنات بحال هكا وغادي نستمروا معاه. ها هو البنات حتى هما قرصناهم، حاولنا عليهم غير بشويه باش ما يخرجش لينا الشكلاط اللي فيه من الداخل. حتى هما غادي ندهنوهم نفس الطريقه. هادو البنات الا بغيتو ديروا حتى هما فوق منهم الجنجلان ديروه،
ما بغيتوش بامكانكم ديروا سنيده ولا داكشي على حسب. كاين اللي كيدير فيهم البنات حتى السانوج. المهم كيجي داكشي مشكل، طبيصيل مشكل ملي كتحطيه. المهم نستمر على هذا الشكل. صافي البنات، ها هما دهنتهم حتى هما غادي نجرحهم، ولكن ما نديرش فيهم الجنجلان. ها نتوما نديرهم بهذه الطريقه هذه. انا غادي نرش فيهم شويه سنيده، حيت جا فيهم البنات الشكلاط من الداخل ما جاتكش ديري الجنجلان. المهم داكشي على حسب ذوقكم. انا قلت لكم راه بامكانكم ديروه حتى هو، ما كاينش المشكل. انا البنات غنرش شويه ديال سنيده، غير شويه ما تكثروش، فهادوك الجريحات اللي درت ليهم. والله البنات الا كيجيو فنين هادو، بعدا كيعتقوني انا مع الدراري هكايا فطور في الصباح، ولا بالنسبه للمدرسه دابا راه المدرسه قريبه. ديريهم والله ما كيخسروا ما حتى شي حاجه. ديرهم في شي سوبيره، حطيهم في الثلاجه غير لتحت، ومنين تحتاجيهم سخنيهم وعطي للدراري ولا هكا يديو معاهم في الكوتي، راه كيجيو احسن. المهم انا خليتهم على هذا الشكل هذا. هادو غنخليهم يخمروا دابا عاد نديرهم. المهم البنات هذا الشكل الاخر اللي درتو طويل خليته على هذا الشكل هذا. انا زدت قرصته شويه حيتاش خمر. دابا حتى هو البنات غادي ندهنوه بالبيض، ولكن ما غاديش نجرحوه، ما غاديش نضربو بالموس، وما غاديش ندير فيه جنجلان. غادي غير ندهنو وغادي نخليه. فهمتوني؟ من بعد منين غادي يطيب، حيت انا غادي ندردر عليه هكا الكوك. المهم نتوما اللي متواجد عندكم الكوك ولا الكاوكاو. بقاو معايا دابا حتى الاخر ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. هما البنات من بعد ما طابوا ما نعاودش ليكم كيشهيو ما شاء الله، وبكميه غير قليله وبسيطه كتشكلي بها جميع داكشي اللي التشكيلات اللي كتبغي. هادو هما اللي قلت لك درت فيهم الشكلاط. ها هما جاو داخل فيهم الشكلاط وحكيت عليهم حتى هما الشكلاط. هادو جاو ناشفين، وهادو تما فيهم الشكلاط لداخل، ومن الفوق دهنتهم بالكوفيتير والكوك. وهاد الشكيلات اللي كنت وريتكم بقات العجينه شويه ودرت هاد الشكيلات هادو راه تيجيو كيحمقوا حتى هما. سكتي رميسه حتى هي كتقدم ليكم. صافي وهاد الشكل هذا. المهم كفكره وصافي. المره الجايه ان شاء الله ثاني هنا ندير العجنه الاخرى، ندير العجنه غادي نكثر من هادو كيجيو حتى مشكلات زوينين. كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف التتبع ديالكم، كنتمنى تخليو شي كومونتير زوين. ما تنسونيش في لي لايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ومازال عندي الجديد ان شاء الله.